برنامج هيكتب لك كل الكلام اللي انت بتقوله في الفيديو في ثواني وبشكل تلقائي، والاهم من ده كله انه مجاني. انت متخيل؟ فيديو تاني ومعكم الهامي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه الخير؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو تاني ومعكم الهامي. قبل اي حاجه، ايه رايكم في السيت اب الجديد؟ يعني جايبين بقى شغل حاجات بقى واضاءات، وغيرنا اللوكيشن، المحتوى بيتطور والصرف واضح. فلايك وسبسكرايب كده واستنى الفيديوهات الجديده عشان اللي جاي قوي ان شاء الله. والله يا سيدي، من بعد ما صناع المحتوى والكونتنت كريتورز بداوا يكتبوا الكلام اللي بيقولوه على الفيديوز عشان يشدوا انتباه الناس وكده، وكل الناس بقوا عايزين يعملوا نفسهم ان هم يكتبوا يعني الكلام اللي بيقولوه على الفيديو بشكل تلقائي وسريع، بدل ما يقعدوا يكتبوه كلمه كلمه بايديهم. فانا عملت فيديو بتكلم فيه عن برنامج كابشنز، اهم برنامج للكتابه على الفيديوهات بشكل تلقائي، هو اجمد برنامج حرفيا وكل صناع المحتوى بيستخدموه. انا عملت فيديو كامل عنه، ممكن تشوفه من الاي اللي فوق او من الديسكربشن تحت، فيديو جميل جدا. فالناس للاسف اشتكت ان البرنامج ده بفلوس، فانا عملت فيديو تاني بتكلم فيه عن طريقه معينه من خلالها هتعرف تستخدم برنامج كابشنز مجانا، ممكن تشوفه من الاي اللي فوق او من الديسكربشن تحت. فانا بالصدفه اكتشفت برنامج هيخليك تكتب كل الكلام اللي بتقوله في الفيديو في ثواني وبشكل تلقائي، وكل ده مجانا، بس هو للاسف للايفون بس. فكامل اعتذاراتي يا اصحاب الاندرويد، ما تخافوش انا هعوضكم في الفيديو اللي جاي. هنشرح موقع كل ما عليك انك تحط الفيديو بتاعك وهيكتب لك كل الكلام اللي بتقوله في الفيديو بشكل تلقائي ومجاني، وينفع للايفون للاندرويد لاي نظام تاني، ده اذا كان فيه يعني. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وده الانستجرام والفيس بتوعي. تشرفني وتنورني متابعتك يا صاحب الوجه السينمائي. وبدون كلام كتير يلا نبدا. اوكي طيب بص، لو جوده الفيديو قلت شويه اعذرني عشان انا نقلت من تصوير ال13 لتصوير الايفون 6. ادعي لي يا عم، ادعي لي ربنا يكرمنا كده بكاميرا، فاهم؟ عشان نطور من المحتوى اكتر واكتر ومن جوده المحتوى. اللي انا بجهز في الموضوع ده حاليا، اسعار الكاميرات غليت وبقت العليان خالص، بقت اسعار جنونيه، بس ان شاء الله يعني ناويين نجيب كاميرا قريب، فدعواتك. المهم البرنامج اسمه فيد كابشنز، برنامج بسيط جدا، كل ما عليك انك تجيب الفيديو بتاعك وتحطه في البرنامج، والبرنامج هيتعامل ويعمل لك كل حاجه. يعني برنامج لا هو بفلوس ولا في اعلانات ولا في علامه مائيه، يعني ابسط مما تتخيل، جميل جدا. فخلينا دلوقتي نشوف الموضوع بشكل عملي. هو ده لوجو البرنامج، نفتح البرنامج ونختار الفيديو بتاعنا. ممكن تعمل ريكورد من جوه البرنامج او تختار الفيديو بتاعك من الجاليري عادي. احنا نختار تشوز فيديو. انا والله مثلا عجبني الفيديو ده فاختاره. وهنا دلوقتي بيطلب منك انك تختار اللغه. بص كده، انت عندك لغات كتيره جدا زي ما انت شايف. احنا طبعا هنختار العربيه، ولكن لو ركزت كده هتلاقي ان ايه حاطط لك يعني العربيه، لبنان، قطر، الاراضي الفلسطينيه، عمان، تونس. هو بيظبط لك الكلام على حسب اللهجه بتاعتك، فتاكد انك مختار بلدك. فانا هختار والله مصر عشان يكتب لي مصري. فانا دلوقتي اختار اديت كابشنز، بيكتب لك كل الكلام اللي انت بتقوله ثواني. موضوع بسيط جدا. عقبال ما يحمل ويخلص يعني اعمل لايك، سبسكرايب يا اخي، اكتب كومنت جميل، ادعي لي دعوه نجيب كاميرا كده، فاهم؟ عشان نطور المحتوى، اي حاجه. بس والله برنامج جميل والله، بس في مشكله بسيطه هقول لك عليها لما يخلص تحميل. اعمل لايك وزي ما انت شايف كده طبعا هو كتب لي كل الكلام اللي انا قلته في الفيديو. عندك طبعا امكانيه ان انت مثلا تحط خط تحت الكلمه اللي انت بتنطقها، مثلا تخليه مثلا بولد زي ما انت شايف كده، او ممكن طبعا تغير ايه اللون زي ما انت شايف لاي لون تاني براحتك طبعا على حسب ذوقك وعلى حسب دماغك. هنا طبعا عندك الستايل بتاع الكتابه، عندك طبعا ستايلات كتيره جدا وكلها مجانيه، مفيش حاجه اسمها فلوس في البرنامج ده، فده اقوى ميزه في البرنامج. تعال نشوف الايه بريسيت الموجوده عندك. ده مثلا عندك ده، عندك حاجات كتيره جدا انت ممكن، فاهم؟ حاجات كتيره جدا انت ممكن طبعا ايه تستخدمها كبريسيت موجوده في البرنامج. عندك طبعا هنا ايه الفونت زي ما انت شايف كده، ممكن تختار طبعا ايه الفونت اللي انت عايزه او الكتابه اللي انت عايزها. زي ما انت شايف كده في ايه اشكال كتيره جدا من الفونتس بالظبط كده. انا والله مثلا ممكن اختار ده مثلا، تمام. وطبعا تختار الكلر بتاع اللون كله من هنا، تختاره ابيض. وعندك طبعا ايه السايز والكلام ده كله، يعني ممكن تخليه يمين شمال زي ما انت شايف كده. ممكن طبعا تكبر الخط تصغره زي ما انت عايز، خليه في النص. هنيجي هنا طبعا عند الافكت زي ما انت شايف كده، عندك يعني اشكال من التاثيرات زي ما انت شايف، تمام. ممكن نختار والله مثلا ده. نختار عند الانيميشنز، عندك بقى انيميشنز كتيره انت ممكن تختار منها. ممكن بص كده، زي ما انت شايف كده. يعني عندك اشكال كتير جدا من الانيميشنز او من الحركه لكتابه الكلام، يعني صراحه جميل جدا وبرنامج بسيط ما فيهوش اي تعقيدات. طيب مشكله البرنامج ده بكل بساطه ان هو ايه، في كلمات بتسقط منه ما بيكتبهاش صح. عندك مثلا كلمه هبه، بكل بساطه هتيجي هنا كده تضغط عليها فهيبقى، بص كده عندك مثلا نغير دي اكتر دن، فهيبقى متشاف من الناس اكتر. فعد عندك حاجات كتيره هيشوف مش عارف ايه كذا كذا كذا. بكل بساطه هو اخطا في كام كلمه انا غيرتهم، واعتقد ان هو مثلا يكتب لك الكلام كله بس في نسبه اخطاء بسيطه افضل 1000 مره من انك تجيب فيديو مثلا مدته دقيقه ونص وتقعد تكتبه يدوي. الموضوع ده متعب جدا. عندك برنامج فيد كابشن، برنامج جميل جدا هيكتب لك كل الكلام اللي بتقوله بشكل سريع وبسيط وتلقائي ومجاني وبدون علامه مائيه. فبرنامج جبار، بس اي كلمه يكتبها غلط عدلها. في حاجه انا عايز اقولها لك، شايف انت الاوبشن ده مهم جدا ليه؟ لان انت لو ركزت كده هتلاقي ان هو بيكتب لك زي ما تقول كده
جملتين جملتين او جمل. لو انت مثلا عايز تخليه كلمتين او كلمه واحده هتعمل ايه؟ بكل بساطه تختار الاوبشن ده هيخلي لك كلمه واحده او كلمتين، فاهم؟ بحيث ان هي ايه ما يبقاش الكلام كتير ورا بعض. فبص كده تيجي مثلا على اي جمله وتقوم ضاغط هنا. موضوع جميل. بص كده عشان كل ما الكلام بقى قليل كل ما شد الناس اكتر واكتر. او بقى فاهم تخليه بقى فاهم كلمتين كلمتين، تقلل عدد الكلمات كلها. وعندك طبعا حاجه مهمه جدا هنا اللي هي فورمات. انت طبعا هتنزل الفيديو ده على اي منصه او على اي بلاتفورم. هتخليه مثلا ايه على انستجرام اللي هو سكوير ولا لاندسكيب، على مثلا يوتيوب، او هتخليه مثلا بورتريه عادي برضو على الانستجرام، او اوريجينال اللي هو حجم الريل او التيك توك او الستوري بشكل عام. ونضغط طبعا على صح اللي فوق ونضغط على شير، وكده هو بيحفظ لي الفيديو اللي هو كتبه وانا عدلت الاخطاء اللي فيه في ثواني. وزي ما انتم شايفين دلوقتي هو كاتب لي كل الكلام اللي انا قلته وحفظ لي الفيديو. بص كده كل الكلام اللي انا قلته حفظه عندي، حاجه اكثر من رائعه. بس عدل الاخطاء دي اذا كان في اخطاء. تمام. طيب خلينا دلوقتي نلخص الفيديو في كلمتين. اهم برنامج للكتابه على الفيديوهات هو برنامج كابشنز. برنامج جبار بيكتب لك كل الكلام اللي انت بتقوله بالظبط، ونسبه الخطا فيه تكاد تكون معدومه. بس مشكلته ان هو بفلوس، وعملنا فيديو عن البرنامج ده وشرحناه بالكامل. برنامج كابشنز بفلوس والناس زعلت، فعملنا فيديو تاني بنتكلم فيه عن طريقه استخدام برنامج كابشنز بطريقه مجانيه، بس بطريقه معينه وفيها لفه بسيطه والله، بس هتخليك تستخدم البرنامج مجانا. وعملنا له فيديو برضه، لينك الفيديوهين دول هتلاقيهم في الديسكربشن تحت. وبالنسبه لبرنامج فيد كابشنز هو برنامج جميل جدا، يعني برنامج بيكتب لك كل الكلام اللي انت بتقوله في ثواني وبشكل تلقائي ومجانا وبدون اعلانات ولا لوجو ولا علامه مائيه. فبرنامج جبار، بس مشكلته ان هو نسبه الخطا فيه بسيطه، يعني في كلمات انت بتقولها ممكن يكتبها غلط، فانت بكل بساطه بتعدل الكلمه دي. الموضوع بسيط يعني، بس ده مشكلته وده عيبه. غير كده برنامج جبار. وبس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو حابين اعمل فيديو عن موضوع او برنامج معين اكتبوا لي في الكومنتس وانا بقرا كل الكومنتات يا اصحاب الوجوه السينمائيه. وكان معكم الهامي واشوفكم في فيديو تاني.